سايبر سيكيورتي انتي فيروس. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات، اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. اغلب الوقت ممكن تليفونك يبقى عليه ملف تجسس، ملف اختراق، ملف حد زرعهولك بعتهولك. اسهل حاجة ان انت تبقى مأمن نفسك ومطمن على نفسك ان انت تحمل تطبيق انتي فيروس. طبعا تطبيقات الانتي فيروس يعني ايه مهمة بالنسبة للناس اللي عندهم حسابات بنكية، تحويلات، شغل، داتا، فواتير، حاجات كتيرة زي كده. فمحتاج ان هو دايما يبقى ايه مأمن تليفونه، لان غالب الوقت بيجيله لينكات، بيجيله صور، بيجيله سكرين شوتات، بيجيله. فعشان يبقى مطمن ومأمن نفسه لازم يبقى عنده انتي فيروس. وطبعا الانتي فيروس ده لازم يبقى شغال 24 ساعة، ما يفصلش وما يبطلش. لكن حد يوزر عادي طيب كده وغلبان زي كتير مننا، فمش محتاج غير ان هو يحمل تطبيق زي دوت، مجرد سيرش حتى ولو 3 ايام على التليفون كله، يعمل له سيرش، يشوف له اي ملفات خبيثة، يشوف له الداونلود، الفايلات، التطبيقات الاي بي كي اللي محملها برا الماركت. اي حاجة موجودة على تليفونه بمنتهى السهولة. مجرد انت هتدخل الايميل بتاعك، هتاخد فترة تجريبية لمدة 3 ايام، تقدر عن طريقها تعمل سيرش على تليفونك بالكامل، على ايميلاتك، على فاكساتك، على بابا غنوهاتك، كل اللي انت عايزه وعايز تتأكد وتعمل سيرش عليه في الواتساب، في اي حاجة هيقولك عليها. لو في اي ملف، لو في اي لينك، لو في اي حاجة، التطبيق بيقفشهولك وبيقولك اللينك ده مهكر، اللينك ده لازم تحذفه حالا. فانت بتشيك على تليفونك بتبقى ايه. كمان لو التليفون او التطبيق ليه حاجات على التليفون ومسحها لك، فهتلاقي فرق شاسع وخفة فظيعة في تليفونك بعد ما كنت انت شايف ان التليفون يعني ايه بقى رخم وبقى كده مش شغال خالص. فانت هتلاقي ان الموضوع كله كان في اللينكات، وكان في الصور، وكان في الملفات، وكان في الفيديوهات، وكان في الاعلانات الكتيرة جدا من تطبيقات مختلفة. لا، هنا التطبيق دوت هيحذف لك كل الحاجات اللي متقلة تليفونك ويخفف لك التليفون. وطبعا برضو لو ملقتش حاجة، اللهم لك الحمد، عندك سيرش سريع وسيرش بطيء جدا، وانصحك تسيبه على السيرش البطيء حتى لو هتسيبه قبل ما تنام بالليل. بس ما تسيبوش على الشاحن، عشان لو سبته على الشاحن مع السكان بتاع الفي بي ان، قصدي الانتي فيروس، فهيبقى تقيل جدا وممكن يسخن البطارية، لا قدر الله الجهاز ينفجر. طبعا موضوع الكلين بقى ان التطبيق يمسح لك وينظف لك الفايلات والكلام ده كله، يعني موضوع مش عملي قوي، مش هتستفاد منه قوي. لكن اهم حاجة واهم ميزة ان انت تشوف الانتي فيروس، وتشوف ملفاتك ان هي تمام ومفيش عليها اي حاجة هاك او حاجة لا قدر الله. لو ما كنتش عارف قبل كده التطبيق وعرفته من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن. لو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية للتطبيق دوت، اكتبها لي في الكومنتات، هثبت التعليق عشان الكل يستفيد من رأيك. تعالي.